السلام عليكم. إن شاء الله نلقاكم بخير ونشكركم على كل التعليقات الإيجابية. نرحب بكم وبكل المشتركين الجدد. موضوع اليوم ما جاء به تصريح النائب البرلماني بالجلالي أحمد للصحيفة حول ملف العمال المتعاقدين سواء بالتوقيت الجزئي أو بالتوقيت الكامل، وكذلك عمال الشبكة الاجتماعية اللي وصلوا سن التقاعد قبل الإدماج ويتقاضوا في المنحة الجزافية للتضامن. صرح البرلماني بالجلالي أحمد بأن ملف العمال المتعاقدين سواء بالتوقيت الجزئي أو بالتوقيت الكامل بقي لسنوات طويلة مهمش، ما لقى حتى حل جذري رغم المعاناة اليومية اللي يعيشها آلاف العمال المهنيين في مختلف القطاعات، حيث طالب بتسوية ملف العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي وتحويلهم إلى توقيت كامل. فيما يخص العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي سواء اللي دخلوا لمدة 5 سنوات أو اللي كانوا شبكة اجتماعية وحولوهم توقيت جزئي بعد الإدماج، حيث طالب من كل قطاع وزاري يبادر سنويا بتحويل نسبة من عمال التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل حتى يتم تحسين الأجور الخاصة بهم بعد الانتقال من توقيت جزئي إلى توقيت كامل، حيث أكد أن هذا المطلب شرعي ومرفوع على مستوى البرلمان. كما صرح أنه يوجد الكثير من العمال بالتوقيت الجزئي أو الكامل لديهم شهادات ولا يمكن ترقيتهم لأنهم متعاقدين. وأشار النائب بأن التوقيت الجزئي ما لازمش يبقى وضع دائم. العامل الجزائري يستحق عقد يضمن له كرامته. الاستقرار المهني جزء من الاستقرار الاجتماعي. وأكد بأن تحويل العقود إلى توقيت كامل يسمح بتحسين الأجور ويضمن التغطية الاجتماعية الحقيقية ويخفف الضغط الاجتماعي. كما تطرق إلى ملف عمال الشبكة الاجتماعية، هذه الفئة التي عملت في مختلف القطاعات لسنوات طويلة ولما وصلوا لسن التقاعد للأسف لم يستفيدوا من التقاعد لأنهم ما كانوش مشتركين في صندوق التقاعد وتم منحهم منحة جزافية للتضامن. أكد أن هذا الملف مازال يناضل من أجله وحق هذه الفئة في التقاعد، وهو مطلب شرعي لهم، والملف مرفوع على مستوى البرلمان من أجل حق هذه الفئة. ما تنسوش لايك واشتراك حتى يوصلكم كل جديد. إلى فيديو آخر ومع السلامة.